أجواء كلها هيبة وتقدير كبير. اللي طالع من الباص هي اللي فيها الكسوة الآن جاية. الكسوة الآن الواصلة من مجمع الملك عبد العزيز للكسوة الكعبة المشرفة. اشتغل عليها أكثر من 150 صانع سعودي. تجهيز الكسوة هذه يأخذ من 10 إلى 11 شهر. الآن لاحظ دخولها للحرم. شرف كبير جدا تقوم به المملكة، الله يحفظها. الأمور في صحراء الطواف جاهزة ما شاء الله. عندنا هنا الأخوان منسوبي هيئة شؤون العناية بشؤون الحرمين ينتظروا الكسوة. ذوي الشهداء من الأطفال الصغار سواء البنات أو الأولاد أو حتى الكبار في السن. السنة هذه الدولة جزاها الله خير خلتهم أول المشاركين. هذا أول ضلع حيرفعوه، الضلع الشرقي من جهة باب الكعبة. يطوف الخطاف هذا في الهوك. الهوك الآن يطوف عشان يرفعوه على الهوك. بسم الله وبركة الله. بسم الله على بركة. وزن الكسوة هذه اللي رفعت الربع هذا فقط، الجهة هذه الجهة الشرقية 350 كيلو، يعني الأربع الجهات وزنها يطلع 1400 كيلو، يعني تقريبا طن ونص. تخيلوا يا جماعة 100 سنة من العناية السعودية بكسوة الكعبة المشرفة. 100 سنة، وكل سنة على الثانية نشهد عناية أكثر وعناية فائقة وحرص أدق. الله يعز دولتنا ويجزى خير قادتنا على كل ما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين. شوية معلومات عن الكسوة. وزن الحرير اللي في الكسوة أكثر من 800 كيلو، ووزن القطن أكثر من 400 كيلو. نيجي للأسلاك البطلية بالذهب، وزنها أكثر من 120 كيلو، والأسلاك البطلية بالفضة أكثر من 60 كيلو. كم عدد الآيات اللي على الكسوة؟ 68 آية. التزامن الآن طبعا كمان حيكون في إنزال كسوة عام 1446، هذا اللي في الخلف الآن حتنزل. الماضي نزلت انسيابية والآن بيلفوها الشباب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله عمل هندسي عظيم. الواحد يحسب كذا بس والله نزل طلع فين يا عمي، في احترافية عالية ودقة في التنظيم والترتيب والتناسق بين العمل بين الزملاء. بعد ما لفوها الآن بيشيلوها. وعندنا هنا الرافعات كلها جاهزة، فيطلعوا بالرافعات هذه يساعدوا الشباب اللي فوق ويكمل المهمة في تثبيت الكسوة.